هلو جايز، كيفكم؟ اشتقتوا لي؟ وانا كمان كثير اشتقت لكم. كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة انتم وعائلتكم. فيديو اليوم، قبل ما احكي لكم فيديو اليوم بدي لكم عن فيلم صار معي. اجتني طلبية شيئا من شي اسبوع وعملت لها فيديو انبوكسينج، وللاسف طول الفيديو في خشخشة بالمايك، فرحت اشتريت مايك جديد والفيديو تكنسل لانه ما بيتنزل كتير فيه وهيك كتير مزعج الصوت وابدا مو ظابط، مع انه الفيديو كان بجنن وكنت كتير مبسوطة وكتير هيك ماخذة راحتي، بس انه ما بيزبط نزله. فقررت اني فرجيكم شو جبت من شيئا، بس مش انبوكسينج، فتحتهم شفتهم جربتهم، فانه يس. يلا نبلش. طبعا انا جهزت الاغراض حطيتهم على تختيف، فانه ما رتبتهم، فحنشوف شو راح يطلع لنا. يلا خلوني بلش لكم باول كنزتين والثالثه اللي انا لابستها. هدول الكنزات انا بحب جيبهم لحتى صور فيهم يوتيوب، او مثلا اروح فيهم جمعيه، سوبر ماركت، اوكي نفس الشيء، صالون، رايحه عند رفيقتي اقعد عندها. يعني هدول الطلعات اللي بتكون سريعه مريحه، ما بدها هالشيء الكشخه مثلا، فانه ايه بحبهم كتير، سريعين حلوين على اللبس، فانه جبت هدول. طبعا هي ما كتير حبيتها، بس انه هدول الاثنين من الاحلى. جبت هاي الكنزة السوداء ونفسها ذاتها بينك، لانه حسيتهم كتير حلوين على جينز هاي ويست، فوق جاكيت. يعني حسيت رح استخدمهم باكتر من طريقة بما انهم بيسك. وهدول الكنزات كان مبين معي انه هن قصار نوعا ما، فجبتهم لارج. وصراحة لسه شوي قصار، فمع جاكيت بيمشي الحال، بس انه كتير حلوين. وانا حر يا سيد، انت احضرك ربيع، ايدي عمري ما اتحرك. هذا دليل انه انا لما احب شغله بدبقى. الطلبيه اللي قبل هي جبت هذا البنطلون الاسود والرمادي، ولانه كتير عجبوني هالطلبيه رجعت جبت اللون الاحمر. بس الفرق انه جبته لارج، لانه انا قياسي ميديوم عاده، بس حسيتهم شوي ضيقين، فلاني بحب البنطلون الاوفر سايز والعريض جبته لارج. فانه كتير حلوين عن جد على اللبس، بجننوا. خليني احكي لكم شو كانت الخطه ببالي. هلا انا لما طلبت البنطلون الاحمر هذا، قررت انه انا اجيب له هي الكنزه، اوكي، مع هي الطاقيه. اوكي هي الكنزه وهي الطاقيه وهذا البنطلون. هيك كانت الخطه، بس للاسف لما وصلوا جربتهم مع بعض، درجه الاحمر هي رايحه للاورنج، فما طلعت لابقه على الكنزه، فانه يس. جايز بيجامات شيئا بجننوا، والله عضماتي بجننوا. هلا اللي بتلبس سمول ميديوم جيب ميديوم، واللي بتلبس ميديوم لارج جيب لارج، لانه بيجامات احلى واريح انه يكونوا هيك شوي اكبر. خلوني فرجيكم اياها، وهي مو اول مره بجرب بيجامات شيئا. هذا هو القميص وهذا هو البنطلون. جايز والله بيجامات شيئا بجننوا، كتير حلوين وكتير مريحين وكتير كلاس، فانه نصيحه بيجامات من شيئا. هذا تاني دليل انه انا لما احب شغله بدبقى. بطلبيه سابقه جبت هي الكنزه، والله انه نار، باردة مريحة، كم طويل، بتجنن على اللبس، عن جد بتجنن على اللبس. فرحت طلبت منها هالطلبية وحدة باللون الأسود، فإنه والله لازم تجيبوا منها، كتير حلوة. جايز هي الكنزة بتجنن عن جد، رائعة، بترسم الخصر وكتير حلوة على الجسم. يعني أنا لما أجيت جيبها، بغض النظر إنه بدها كوي، لما أجيت جيبها أختي صارت تقلي إنه لا ما لها طعمة، شو هالموديل هذا، وبس جبتها أنا وياها بنتخانق عليها، فعن جد بتجنن. خلوني فرجيكم اوجه المخدات هدول. هلا بطلبيه سابقه جبت هذا، كتير عجبني، بارد وانا شويبه وقت النوم، فانه كتير حبيته. غير هيك بيقولوا انه مفيد للبشره وما بيتساقط الشعر بسبب الاحتكاك، فانه بجنن صراحه، فرجعت جبت منه هدول اللونين. هلا طبعا لما بتطلبوه بيجوا حبتين، بس انا هلا عم فرجيكم مثال عن كل لون. شوفوا لي هالكنزه ما احلاها، كمان بيتصور عليها ترند. لحظه سمعكم اياها، لحظه اسمعوا. قالت لي بحبك اكتر، قلت لها البس لك احمر. قالت لي بحبك اكتر، قلت لها البس لك احمر. لو فعلا بتحبني اسمع مني التريري، لو فعلا بتحبني اسمع مني التريري. متجمع علي كمية ترندات مو طبيعية. المهم الكنزة كتير حلوة، لون الأحمر تبعها كتير حلو. اليو هي أنا كتير بحبها وكتير بتلبق لي، يعني حتى من هلأ مقررة فستان عرسي بده يكون هيك مربع، كتير حلوة علي أنا صراحة المربع، وكتير بكون مرتاحة فيها. شوفوا كيف من ورا مطاط، فإنه صراحة بتجنن. هذا ثالث دليل إنه أنا لما تعجبني شغلة بدبقى وبرجع بطلبها. والله نفس القطعة. أنا هلأ استوعبت ليه هذا بلا جياب أبصر.
بس انه كتير حلو نفسه ذاته. بس والله غريبة ولا مو هذا. تذكرت. بخصوص هذا الشورت، هي تاني مرة بطلبه، لأنه أول مرة طلبته كنت مسافرة على عمان وما بعرف وين ضيعت الشورت، نسيانته بشي بيت واحدة من رفقاتي، ولأني كتير محتاجته رجعت طلبت منه لهي السفرة. وهذا الشورت البيج جايبة منه لون زيتي، بس هلأ بطل يطلع معي، فإنه رجعت طلبت منه بهذا اللون كتير حلو. فإنه يس جايز رح تضحكوا علي، شايفين هي الكنزة؟ هي ثالث مرة بطلبها، على قد ما هي حلوة وقد مفيدة. جايز البيسك دايما من شيئا، مشان إذا خرب نكب عليه شي وبر بدكم تكبوها ما تزعلوا عليها. فهي ثالث وحدة. ليش ثالث وحدة؟ لأنه الأولى كبيت عليها صوص بيتزا فكبيت على طول، لأنه حتى مع الغسيل ما راحت. تاني وحدة ليكا، شوفوا هاي الجديدة هي القديمة، شوفوا شو وقعت عليها، حبر. تخيلوا حبر، وكتير زعلت وقتها، هيني عوضت حالي بواحدة جديدة. طبعا هذا البودي الأسود مو أول مرة بجيب منه، بس لأنه كل مرة أنا وشاد نتخانق عليهم فدايما بطلبه. بس هالمرة جبت منه اللون البني المحروق، لأني ملبقته على تنورة وسليبر رح فرجيكم إياها لقدام. المهم فهدول بيسك أساسيين، دايما بيسك من شيئا، اسمعوا مني. شوفوا لي هذا البودي الأحمر، هذا أول مرة بطلبه. صراحة كنت متمنية لو طلبته لارج، بس خفت اطلبه لارج يطلع هيك فاهمين بهبط هيك، فانه قلت لا بجيب منه ميديوم، وصراحة طلع شوي قصير، بس مع بنطلون هاي ويست وجاكيت بيمشي الحال. يعني انا شو بدي احكي لكم هذا الشيء، هذا الاختراع بجنن، مريح، احسن ما تلبسوا بدي كامل، لا تلبسوا هذا بيأدي واجبه وزيادة. فانه عن جد رائع. بيجي منه لونين، اسود وابيض، بس هلا الاسود بطل يطلع معي، فانه وتاني مره بطلبه، فانه مضمون كتير حلو. عن جد نصيحه تطلبوه، بالذات على صيف الخليج لازم هيك. هلا هذا من احلى الشغلات اللي وصلتني باخر طلبيه جايز. اوفر سايز ميديوم، على فكره قياسه ميديوم بس هو اوفر سايز، كتير حلو. طويل تمام. لونه حلو، كل شيء فيه حلو عن جد. يعني يكرر، يعني الفيديوهات الجاية حتشوفوني جبت منه لون تاني، يكرر كتير حلو. جايز ممكن احكي لكم عن قصة غرامي؟ جايز بتجنن هالتنورة، بتجنن. هي تاني مرة بطلبها، الاولى افتح منه درجة بس ما عم بلاقيه، لانه عم صور فيديو هلا بطل شي يطلع معي، بس هو موجود بالخزانة. تمام كتير حلو، هيك طويل. الصيف الماضي كان ترندي، وعن جد على اللبس بجنن. بس الفكرة انه انا طلبته المرة الماضية ميديوم، ولاني شوي سمنانة طلبته هالمرة لارج، بس طلع كبير علي، فانا يا ريتني طلبته ميديوم. احلى شي فيه الزرار، فيكن تحددوا مستوى الصياعة اللي بدكن اياه، يعني تسكروه كله، تصيعوا شوي، تصيعوا كتير، تفتحوا اكتر، ما في مشكلة، يعني حسب اللي بدكن اياه. خلوني فرجيكم هدول السليبرز اللي جبتهم من شيئا وانتو بكرامة. هذا اللون الابيض وهذا اللون البني، هذا مش اول مره بطلبه، بس هذا اول مره بطلبه. طبعا هدول السليبرز بيجننوا، مثل ما قلت لكم مش اول مره بطلبهم. الفكره من اني رجعت طلبت اللون الابيض او برجع بطلبهم كل صيفيه، هي انه انا الصيف الماضي مثلا هريتهم، يعني بنزل فيهم على البحر، مي، رمل، تراب، مطر، كل شيء. فوصلت لاخر الصيف الماضي هريتهم فكبيتهم، وهلا رجعت جبت منهم، لانه عن جد مفيدين، بتستخدمون، بتهرون، ما بتخافوا عليهم ولا بتزعلوا عليهم، والكواليتي تبعهم منيح. هلا هاي التنورة جايز بتجنن. شوفوا ما احلاها للصيف سفر، بتجنن. طربت من هون هيك بيصير شكلها هيك، وهي هي التنورة اللي انا ملبقتها مع هذا البودي البني الغامق وهي السليبر. عملتن قطعة كاملة، هذا البودي البني الغامق مع هي التنورة وهي السليبر. عن جد على اللبس طلعوا كتير حلوين. وهلا خلونا نجرب الميك اب، قصدي فرجيكن، انا اوريدي جربته، بس فرجيكن الميك اب اللي جبته من شيئا، واي شيء رح فرجيكن اياه هو من مدح مشاهير السوشيال ميديا. فانه يلا هي اول شيء. ما فرجيتكن اظافري جايز، نسيت فرجيكم اظافري، عطوني رأيكم فيهم، كتير حاببتهم، كتير حلوين. اوكي يلا نبلش. المهم هذا اول منتج. هلا هذا المنتج لما جربته على شفايفي طلع كتير حلو، بس لما جربته على خدي علم وضليت هيك افرك فيه بعدين تزبط، فانه بنصحكم تستخدموه بس لشفايفكم. خلوني فرجيكم اياه. هو تنت كتير حلو، كتير حلو.
لا اتحمس انا، بس عن جد واو، ما بيضاين كتير بس حلو، مو للخدود، للشفايف بس كتير حلو. هذا تاني منتج هو بلاشر. شايفين اظافري ما احلاهم؟ المهم قصدي شوفوا ما احلاه، كتير كتكوت. شوفوا الهارت ما احلاها. هنعمل هيك تقريبا وحندمج. ما بعرف اذا مبين معاكم او انا بحب ما احط كتير، خلوني كتر اكتر. كترت زيادة. يا كترت. لا كأني مضروبة بوكس، بس على الكاميرا طالع حلو، بس على الحقيقة كأني أكلة بوكس. لا والله حلو على الحقيقة، بس أنا من النوع اللي ما بحب كتر كتير بلاش، فإنه إيه هذا هو. كل واحدة منكم لازم يكون عندها هذا الشيء الخطير. هذا عبارة عن زيت حليب اللوز. والله انه بجنن، والله انه ما بتندموا. بس فيه عيب واحد اللي هو انه شايفين هدول الكرات اللي جوا مرات انه بيجوا لهون وبيبطل ينزل انه زيت وقت تجوا تحطوا، بس اغلب الاحيان بيزبط. كتير بجنن، كتير حلو عن جد. الترطيب تبعه رهيب، بالذات انه انا باخد ركوتان فالترطيب تبعه رهيب. هذا تاني منتج بيجوا اثنين مع بعض. هلا صراحة هذا عن جد كان فأسة. كتير اتضايقت، ما حبيته بالمرة وما لبق لي بالمرة. تمام. هذا المات. الجلوس عادي مثله مثل اي جلوس، ما بعرف حسيته عادي. هذا الليب لاينر حلو بس غامق نوعا ما. انا ما بستعمل هذا النوع من الغمقان، او ما بستخدم هي الدرجة الغامقة، بس انه كليب لاينر انه ما بشي عادي يعني، مو هالشي الخطير. فانه صراحة هالمنتج ما كتير بنصحكم فيه، ما له طعمه. وفروا جيبوا منه اي منتج مفيد مثل هاد، جيبوا من هاد اثنين. وهذا اخر منتج من منتجات الميك اب، بجنن كتير حلو. تعالوا فرجيكم اياه. بس نمسح اول شي. طبعا هو اللي عم بمسحه انا ضيعان الزيت، والله حرام اني مسحته. مبين اني مستعملته ابو مليون مرة، بس عن جد كتير ممتاز. بتحسوه مو جلوس بس بنفس الوقت مش مات، فانه كتير حلو بجنن. واللون حلو، انه جيبوا منه نفس الدرجة. هي الدرجة رقم 6. يا صاير احكي درجات، كبرنا. كتير عاجبني شكلي، عادي يتغنش شوي هيك على الكاميرا. كتير عاجب، كان حيوقع. اوكي نكمل. بنات من اول ما جبت هدول المطاطات، يعني دايما عندي مطاطات فيهم 500 حبة والكواليتي تبعهم كتير منيح. وتخيلوا انه هاي تاني مرة بجيبها. اول مرة جبتها السنة الماضية شهر 6، فتخيلوا قديش ضاينت معي. هلأ لحتجت اني ارجع جيب وحدة تانية. فانه عن جد الكواليتي الالوان تبعها كتير حلوة. هذا المنتج هو عبارة عن لزق دبل فيس، بس هذا خصوصي للاواعي والجلد. اوكي بنات، يعني البشرة جلد يس. المهم بمعنى اذا كنتي لابسه كنزة مثلا هيك وكل شوي عم تنزل وهذا الشي عم بيزعجك، فهذا اللزق هو الحل. انك تحطي لزق على جلدك وفوق الكنزة، فقد ما تحركتي بتبطل تنزل. فانه يس، حبيت الفكرة ومحتاجتها صراحة، فرح جربها واعطيكم رأيي فيها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اعطوني رأيكم بالكومنتات، وإذا كانت هي أول مرة بتشوفوني فيها فأنا اسمي جودي، وهي هي قناتي اني حدكن قدامي ونقعد نحكي وناخد ونعطي واسمع رأيكم تسمعوا رأيي وهيك. فما تنسوا تشتركوا بقناتي وكمان تعملوا لي فولو على الانستغرام، انا دايما اكتف هنيك، بالذات اني مسافرة فروحوا شوفوا الفعاليات. وصحيح نسيت لكم انا مسافرة ان شاء الله على مصر، فكتير متحمسة. وبس يلا باي.